كأس العالم 2002 كله قال لك النهائي هيكون بين الأرجنتين وفرنسا. الأرجنتين وفرنسا في النهائي، لكن للأسف الأرجنتين وفرنسا كانوا في المطار. منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2002 كان مرشح بقوة للفوز بالبطولة دي، كان بيضم أسامي عملاقة مثل باتستوتا وأورتيجا وكريسبو وفيرون وسورين وسيميوني وبابلو أومار ولوبيز. كان منتخب عملاق بمعنى الكلمة، وكان مرشح للفوز بالبطولة مع منتخب فرنسا. لكن جت المفاجأة، الأرجنتين في البطولة دي كان معاها نيجيريا وإنجلترا والسويد. أول مباراة المنتخب الأرجنتيني لاعب منتخب نيجيريا وقدر يكسب نيجيريا 1-0 بهدف لباتستوتا. تاني مباراة للمنتخب الأرجنتيني لاعب منتخب إنجلترا، لكن إنجلترا قدر يكسب بهدف لديفيد بيكهام من ضربة جزاء. وآخر مباراة المنتخب الأرجنتيني كان لا بديل عن الفوز. لكن هنا بقى تحصل المفاجأة كأس عالم 2002.